كفاية، فالنهار ما تخلقش الموسيقى والأغاني، وفي الليل يحلى الشعر والخيال على المية. انت خايفة؟ قوي خايفة قوي. طب وليه قاعدة؟ اهربي. نفسي اشوف. انا عمري ما شفت الجن من قبلها. طيب بصي وخدي بالك، لازم تقولي الحق، اوعي تكدبي. انت طيب؟ انت باين عليك طيب. مش قوي، لان الطيب قوي يتعب في حياته بين الناس. وانت عايش هناك؟ لا. وجيت ليه؟ عشان اشوفك. كنت ناوية استحمى. وانا كمان. استحمى هنا معاك؟ طيب اديلي ايدك هنا في المية. انت رحت فين يا جن؟ ليه بس رحت كده اوام؟ يا ترى هشوفك تاني مرة؟ ما تخافيش، انا مش جن. ومين انت؟ عبدك. انت جيت منين؟ جيت من اخر الدنيا عشان اشوفك. من امتى وانت بتدور عليا؟ من قديم الزمان. ودلوقتي بعد ما اتقابلنا هتفضل معايا لامتى؟ لنهاية العمر. وجود جمال يوازي جمالك. وانا كل سعادتي وهنايا في الحياة يوم رضاك. نقدر بكرة نتقابل في الجنينة زي النهاردة؟ لكن هنا حرس الجنينة في الليل والنهار اسمه الموت. بلاش تيجي احسن. ده امر يعني. مالي حيلة ولا امر. بكرة. شفتها يا سيدي؟ ايوه. عال يعني نقدر نسافر. لا يا عبدو مش ممكن. ليه لا؟ عاوز تشوفها تاني؟ انا مش هسافر، لازم اشوفها تاني. يعني اسافر وحدي. لكن انت لو رحت تاني ازاي هتفلت من الحرس من غيري؟ هلاقي حل. بعدين يمسكوك. انت هتفضل معايا؟ ليه هتفضل يا عبدو؟ نفسك من زمان تسافر في البحر. ليه بس هتفضل؟ يعني عبيط زي حضرتك تمام. في اليوم التالي حضر جعفر المغتصب لزيارة السلطان في البصرة.
وسهلا، اهلا بيك يا منبع الكرم. تعرف ان انا عندي اكبر مجموعة من اللعب الميكانيكية في العالم كله، وهي دي تبقى اهم واحدة فيهم. دي تورد وقت. شوف بتتهز ازاي، حاجة عجيبة مش كده؟ اوعى تخلي الاختراع ده يوصل لعامة الناس، لان ده خطر. خطر طبعا، لانهم اذا عرفوا قيمة الوقت يتنبهوا وياخدوا بالهم ويطالبوك بحاجات كتير. عندك حق. شوف دي صناعة. يا سلام يا سلام سلم. واللعب تسمع الكلام، علشان كده انا احب اللعب اكتر من الناس. شوف تعالى بص. لا لا، دي احسن لعبة عندي. تعالى بص. مفيش غير كوني املى الزنبلك او ادوس على الزر فيعملوا دايما نفس الحركات دي بالمظبوط، تمام زي ما انا عايز. واللي يخالف منهم الاوامر اقطع راسه على طول على طول من غير كلام. شوف الحقيقه انها مجموعه نادره، لكن يا اخي ناقصه. المجموعه دي ناقصه؟ المجموعه دي كامله قوي وفوق الكمال كمان. ناقصه؟ ارجوك افهمني كويس، المجموعه دي هايله خالص، لكن ناقصه لعبه واحده وتبقى معجزه تمام. لكن اللعبه دي عندي انا. هو في لعبة في الدنيا مش موجودة عندي أنا؟ أنا عارف اهتمامك بالحاجات دي وعشان كده جبتها لك، واللعبة دي معاك هنا. هاتها أوام أوام، مش قادر استنى. يسمح مولاي ويملى الزنبلك. لكن ايه ده هيحصل؟ يا ترى هتحرك رجلها ولا ترفع راسها ولا تهز ديلها؟ وهتكون بترقص. انا دايما هكون عصبي كده لغايه ما اخد عليه وتاخد عليا واحنا الاثنين ناخد على بعض. اهو 1 2 3 زنبلك عاد. دلوقتي تقدر تركب. وبعدين هد اللي جنب. عجيبة، أنا خلاص بقيت طير، أنا ملك الطيور. لا لا، أنا عاوز دي، عاوزها، أخدها وأدي لك اللي أنت عاوزه. ليكن، بس أنا عاوز منك حاجة واحدة بدلها. اللي أنت عاوزه. الأميرة بنتي؟ لا 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 يا عزيزي، ده مستحيل. وعايز الأميرة ليه؟ عاوز بيت وأسرة. عال عال عال،
فهمت دلوقتي، انا كمان اتجوزت وكونت بيت واسره. الجواز جميل قوي، يا ما اتجوزت كسبت ايه؟ بنت طلعت زي امها تمام، اخلاق فظيعه، مناخيرها تقلها، عينيها داخلين في بعض، عيون الاميره من سحر بابل، حواجب الاميره زي الهلال في شهر رمضان، قوام الاميره غصن الباب. ازاي عرفت؟ انا شفت. ده مستحيل. حصل. فين؟ المنزل. المنزل ده كذاب قوي، كذاب، كذب المنجمون ولو صدقوا. قال انت ساحر في بعض الاحيان. اوه كيف وقت؟ على العموم انا لازم اخذ الحصان ده وخد الاميره لو كنت مصمم. مش ممكن اقبل الجواز ده، انا ما اقدرش. هروح عند اختي مرات سلطان سمرقند، هي اللي هتحميني. وانت روحي الجنينه، هتقابلي اللي قابلناه هناك امبارح وافتكرناه جن. احكي له الحكايه وخليه يجيني عند اختي في سمرقند. حاضر يا أمير.